فانتازي البريمير ليج، صلاح يكسر رقم رونالدو وهالاند يتراجع. كشفت لعبة فانتازي بريمير ليج عن أسعار بعض اللاعبين في نسخة الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتفع سعر الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى 14 مليون دولار ليتصدر قائمة أغلى اللاعبين للموسم الجديد 2025-2026 وفقا للموقع الرسمي للعبة. وأنهى صلاح الموسم الماضي مسجلا أكبر عدد من النقاط بين كل اللاعبين في فانتازي البريمير ليج برصيد 344 نقطة، وبذلك يسجل صلاح أعلى سعر للاعب وسط في فانتازيا البريمير ليج في بداية موسم منذ كريستيانو رونالدو 14 مليون. نجم مانشستر يونايتد الأسبق في انطلاقة موسم 2008-2009، كما تم الكشف عن سعر النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وبلغ 14 مليون، بينما جاء سعر زميله المصري عمر مرموش 8 مليون دولار. وتراجع سعر هالاند الذي كان الأغلى في الموسم الماضي موسم 2024-2025 بسعر قياس، بعدما جاء في المركز الخامس بين مهاجمي الفانتازي في الموسم الماضي بإجمالي 181 نقطة. شبكة سبورتس الإنجليزية، يتربع النجم المصري محمد صلاح على عرش أفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليس فقط لكونه الجناح الأكثر تسجيلا للأهداف، بل لأنه أعاد تعريف هذا المركز هجوميا وتكتيكيا وترك بصمة لا يمكن تجاهلها. جاء الفرعون المصري في الصدارة متفوقا على أساطير الدوري مثل كريستيانو رونالدو وراين جيجز وديفيد بيكهام، حيث أحرز الملك المصري 186 هدف و88 تمريرة حاسمة وتوج بلقب الدوري الإنجليزي. ليفربول صاحب الرقم القياسي كالفريق الذي حقق أكثر عدد من الانتصارات المتتالية على أرضه في الدوري ب24 فوز. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2025 بتأييد الجماهير. كشفت شبكة جيف مي سبورتس البريطانية عن اختيار محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف نادي ليفربول كأفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميوم ليج للموسم الماضي 2024-2025، وذلك وفقا لتصويت المشجعين في ظل غياب نجوم آخرين مثل كول بالمر وبرونو فرنانديز. وصفت الشبكة الإنجليزية محمد صلاح بأنه اللاعب الأبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله 47 هدف في الدوري المحلي فقط، مشير إلى أنه يستحق هذا التتويج باللقب. وتصدر محمد صلاح قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد فريقه لتحقيق اللقب المحلي للمرة ال20 في تاريخه، وحصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة برصيد 29 هدف. وبفوزه بالجوائز المحلية أصبح الملك محمد صلاح مرشحا بارزا للفوز بجائزة الكرة الذهبية البالين دور، وهو الذي يحقق الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته، معادلا رقم الأسطورة تيري إنري. تألق محمد صلاح في الموسم الماضي ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ولا شك أنه يستحق كل التقدير والاعتراف بما قدمه خلال الفترة الماضية.